Good morning. صباح الخير. هاي again. هلأ عم حس حالي أحسن وعندي في كتير أشياء لازم أسويها، لهيك رح أشرح لكم بسرعة وبعجلة شو كنت عم ساوي أمس للثالثة صبح أو ثالثة صبح، يعني الثالثة صباحا. Okay, so أنا بدي إنه أبدأ streaming as I told you earlier. بدي أبدأ streaming على اليوتيوب. هالستريمين الفكرة جاتني إنه أسوي study with me. ما عم بعرف إذا في Arab like content creators اللي عم ساووا هالcontent هذا تبع like أنا عم بدرس قدامكم وإنتوا كمان عم تدرسوا معي، أو إذا عندكم في أي إشي ثاني بدكم تسووه بتساووه معي. بس يعني أنا بكون source of motivation، يعني بكون حافز لإلكم من شان إنكم تدرسوا أو تساووا الإشي اللي بدكم تسووها. فهيك بنكون يعني بكون لايف وإنتوا كمان بتشوفوا شخص عم يدرس قدامكم، فبتتحفزوا إنكم تساووا زيه either in to study أو do your work. بس المشكلة إنه streaming تبع study with me like هذا requires from me كتير software. لهيك أمس كنت عم اوكي بالنسبة هلا للبرودكتس اللي أنا عم استعملهم بالصباح my morning routine، أنا دائما بستعمل هذا الكلينزر تبع سيرافي لأنه فيه salicylic acid وأنا بحب salicylic acid. يعني it's been now how many years في كتير years، يعني هلا شي 3 سنوات أو أكتر وأنا عم بستعمله لهالبرودكت. كتير كتير بحبه للسيرافي. لما بستعمل هالغسول وجهي بيكون شوي ناشف، لهيك لازمه مويسترايزر. فبالنسبة للمويسترايزرز حاليا عم بستعمل هذا فيه الفيتامين سي. هذا البرودكت وكتير حلو لأنه عم يساعد في تفتيح البشرة. صراحة مني مستعملته هلأ يعني مدة كبيرة، بس أنا بستعمل الفيتامين سي وبعرف إنه عم يساعد كثير بالتفتيح. غير هلا إنه هذا كريم. غير هذا عادة بستعمل هذا السيروم تبع نفس الماركة. بس ما بستعمله كل يوم، يعني لما بكون بالبيت بستعمله بس لما بكون بدي أطلع، واليوم راح أستعمل منه. غالبا يعني فيكم تستعملوا هذا السيروم بعدين تستعملوا بعدين بعدين تستعملوا الكريم on top of it. ولكن أنا بستعمل يا إما هذا أو هذا الكريم. إذا ما استعملتوا لهالكريم لما أكون بالبيت بستعملوا للسيرافي. هذا this one is a moisturizing cream. بعرف إنه لازم نقاطع سيرافي، بس المشكلة إنه عن جد منتجاتهم كتير حلوة وكتير تشيب، يعني رخيصة. اوكي هذول كل البرودكتس اللي انا استعملهم مش بالصبح يعني لاسناني. عندي اول اشي هذا التوث بيست. اوكي هذا توث بيست اعطاني اياه الدنتست تبعي لانه عم بيبيض. اوكي انا كنت حاطه تقويم من قبل، فلما ازلت التقويم كمان سويت تبييض لاسناني. وهذا من البرودكتس اللي عم استعملهم كل يوم بالصبح لانه كتير حلو. صراحه شفت معه يعني نتيجة كتير حلوة. ماي brush هي هذه، وهذه ماي brush for my teeth like لأسناني. بعدين هاي البرش يعني بين الأسنان. وهاي البرش للسان. كان عندي فيه خيط، بس دقيقة فرجيكم إياه. هذا this one كان عندي فيها الخيط، ومشكلة إنه لساته فيه لسه في كتير برودكت انسايد بس ما بستعمله. ليش؟ لانه صراحه ما وافق لثتي، او انا ما بعرف انه كيف استعمله للفلوسينج. لهيك للفلوسينج انا بستعمل السمول هدول البروشز الصغار. كل يوم يعني كمعجون اسنان بستعمل هذا لانه الكل
لساته نايم. هون عندي في كومة ملابس لازمني لما أرجع بسرعة أطويها كلها وأحطها بال الكلوزت تبعي. لهيك رح أخدها ورح أحطها فوق السرير. not gonna deal with that right now صراحة. اوكي بسرعة رح افرجيكم هلا البرودكتس اللي رح استعملها قبل ما اروح افطر، لانه عن جد I'm so late. هلا لما بغسل وجهي ما بحب انه استعمل اي منشفة او اي شيء لانشف وجهي، فبخليه ياخد وقته لينشف. اما اذا ما كنت رح انشفه اذا كنت سريعة اذا كنت متاخره وبدي بسرعه انه apply my products، فباخد منشفة او اي شيء وبنشفه يعني طبيعي. هلا رح بستعمل من هذا السيروم، رح استنى عليه لما ينشف، بعدين رح استعمل هذا it's sunscreen. اوكي I love this brand، وعم حب يعني عم حب هذا البرودكت كتير لانه easy to blend وعم يخلي لمعة بالوجه. انا شخصيا بحب البلند، لهيك as you can see خلصت للبرودكت. رح بستعمل شوية من هذا they call it bronzer. اوكي and a tiny bit of blush. سبحان الله أنا النوع اللي عم يحب البرونزر أكثر من البلاش، بس أختي النوع اللي عم يحب البلاش أكثر من البرونزر، لهيك أنا غالبا بكون برتقالية وهي غالبا بتكون بينك. for my lips راح بستعمل lip liner هذا اللون. and for my hair I'm going to use a lot of gel لأنه شعراتي منهم كيرلي هلا. for this I'm gonna use this brush. okay هذه البرش أخذتها من شين، وكمان هاي البرش هاي للبيبي هير. وهلا كويكلي الاوتفيت تبعي، بس هالجين تبعي وهالتوب اخذته من شين، وراح البس معهم هالجاكيت من فوق اسود بس. غيرت الجينز لهذا السروال لانه اكتر مريح اكتر. وهلا راح استعمل هذا السكارف كتير حلو كمان، اخذته من شين على حول عنقي، يعني راح الفه حول عنقي منشان يجي حلو. عنقي او رقبتي، شو عم تحكوا؟ احكوا لي بالكومنتات لانه عن جد ما عم بعرف احكي عربي. around my neck. this one around my neck بيكون شكله مرتب وحلو. وبالنسبة للاكسسوري راح باخد هادو الايرينجز راح بستعملهم اليوم. لساتني واصلة من برا، بس بدي أشارك معكم شوية أغراض اشتريتها لما كنت اوت. فرجيكم إياها، ما كتير أغراض بس شوي. أوكي أخذت ماسكين، ماسك بالفيتامين سي والهايلورونيك أسيد، وماسك بالفيتامين إي. أخذت هاي الصوب تبع دوف كوتونتيج. look at these. ما عندي هالأغراض كتير البنوتة لهيك أخذت منه، بس الإشي اللي كتير حبيته هو هذا. بس فرجيكم look at them they're so cute. بس لإلكن هدول الإيرينجز إذا كانوا يعني بالجولد، يعني إذا كانوا حقيقيين بالجولد ثمنهم بيكون كتير غالي هون بالمغرب، لأنهم يعني كتير old um, قديمة جدا، يعني شكلهم قديم كتير.
يمكن تقولوا أنتيك، لهيك بيكون ثمنهم شوي غالي، بس هدول طبعا مو ذهب. وهيك بيكون من ورا. كتير حبيتهم. هلأ عندي في كتير أشياء لازم أسويها، لازم أرتب غرفتي، عندي في كتير كركبة on the desk on my desk كمان. في كتير ملابس هون لازمني أطويها وأحطها بالكلوزت تبعي، وكمان هذاك المكان، ولازمني أمسح المرآة لأنه فيها شوية dust. وبعدين فكر إنه أزيل الشعر من ع إيدي ورجلي. كان بدي أضيفهم للحلقات الجداد هون ليكونوا هيك collection حلوة كتير هيك، بس للأسف ما فيني ركبهم هونيك لأنه والله لقيت شوية صعوبة لأنهم هيك من ورا، بس مش مشكلة رح بحطهم هون. صافي هنلك أقدم بس دقيقة وبس. هلأ رح رتب هون لأنه رتبت فوق الديسك تبعي، ورتبت تختي، وحطيت كمان ملابسي بالكلوزت. هلا كلياتهم مرتبين هونيك. بس ضل لي انه رتب هون، وهيك بكون انهيت ترتيب غرفتي كلياتها. وهلأ لازمني اروح وادرس شوي. وهذا الريزومي تبعي. It looks cute. كان لازمني أنهي هذا الفيديو بروتين المسائي، بس عن جد ما فيني طاقة أسوي ولا إشي، لأنه كنت عم أشتغل كمان مرة ثانية على اللايفات اللي أنا أحكي لكم عليهن اليوم الصبح، الستريمز. وتشوفوا هاي الساعة 2 صباحا ولساتني عم اشتغل، ما فيني حيل اساوي ولا سكين كير ولا اشي، بس رح روح نام. واليوم كمان ما اكلت ولا اشي، فلازمني مثلا بس بدي اورجيكم انه والله هيك السيتنج تبع الستريم. هون رح بيكون اشرح لكم، هون رح يكونوا سيشنز، السيشن كاونتر يعني قديش سيشن درسنا، وهذا بيكون الكاونتر تبع كل سيشن عم ندرسها. رح ندرس 50 دقيقة، وبعدين رح يكون عندنا 10 دقائق بريك لفرجيكم الصوت اللي حطيته لما نكون ندرس. صوت مطر، أنا بحب صوت المطر كتير. بعدين رح بيكون عندنا بريك، وهذا البريك رح يكونوا فيه بس 10 دقائق. 10 دقائق ممكن نحكي مع بعض أو أروح يعني أكل إشي، ما بعرف. اليوم كان لازمني أبدأ من جديد العلاج تبع التبييض، لأنه هذا البرودكت أعطاه لي الدنتست تبعي منشان أحطه ما بعرف شو عم يسموها بالإنجليزي ولا بالعربي، اللي كوتشير، هذاك الإشي اللي بنحطه يعني بأسناننا بالليل للناس اللي كانوا عاملين تقويم. وبنحط بس شوية من هذا البرودكت بالكوتشير وبننام فيهم، لأنه هذا هو البرودكت تبع تبييض الأسنان. بس المشكلة هو إنه عن جد والله ما لي خلق، لأنه it's a lot of work، يعني من الأخير it's a lot of work، وأنا ما لي خلق. بس
يعني بعد ما أنهيت هذا العمل راح أروح أنام بسرعة. That's it. يلا have a good night. أشوفكم بالفيديو الجاي. تاو.